دايما بنقول إن مصر هي أم الدنيا. عمرك سألت نفسك ليه؟ تعال أقولك. في مؤرخين قالوا إن ده تكريما للسيدة هاجر المصرية اللي اتجوزها سيدنا إبراهيم عليه السلام، وأنجب منها سيدنا إسماعيل عليه السلام اللي أخذ لقب أبو العرب. وكمان مصر فيها جبل الطور في سينا اللي ربنا سبحانه وتعالى كلم فيه موسى علشان يكتب الوصايا العشر. فمصر هي اللي أكلت العالم كله في ال7 سنين العجاف وقت سيدنا يوسف عليه السلام، وهي كمان اللي بعتت لشبه الجزيرة العربية القوافل الغذائية في عام الرمادة في سنة 17-18 هجرية، وده لما حصل لها جفاف شديد في عهد الخليفة عمر بن الخطاب. وهي دلوقتي بتقدم المعونة الغذائية والعلاجية لشعب غزة. حمى الله شعبنا وأرضنا. وطبعا مش هنسى أقولك إن مصر في عصر الإمبراطورية الرومانية كانت بتمد البلاد بالقمح، وده لمدة 600 سنة. مصر هي البلد الوحيدة اللي اتعمل لها علم على اسمها ويدرس في جامعات العالم، اسمه علم المصريات أو إيجيبتولوجي. فمصر من قديم الزمان متفوقة في علوم الطب والفلك والهندسة والزراعة والرياضيات والفن والأدب، وده علشان كان فيها أول جامعة في التاريخ اسمها جامعة أونا المصرية في هليوبلس، عمرها أكتر من 5000 سنة. وأكيد طبعا كلنا عارفين إنها اتذكرت في كل الكتب السماوية. ربنا سبحانه وتعالى قال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ربنا بارك شعب مصر وأرضها لما دخلت فيها العائلة المقدسة وكانت فيها بأمان. وطبعا العالم كله شاف ده بنفسه دلوقتي لما استقبل الرئيس العظيم عبد الفتاح السيسي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وزاروا أكتر الأماكن مزدحمة في مصر. ودي لحظة تاريخية بتثبت للعالم كله إن مصر هي بلد الأمن والأمان. حفظ الله رئيسها وجنودها وشعبها. وطبعا مصر فيها الجامع الأزهر الشريف، وده أهم مصدر للعلم في العالم الإسلامي. وآخر معلومة هقولها لك في حلقة النهاردة، وأنا واثقة إن مفيش حد كتير يعرفها. تعرف إن مصر هي تخرج من جامعتها ناس بقوا حكام في العالم بعد كده؟ عندك الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وكمان الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة في الإمارات. وتخيل كمان إن عمدة طوكيو عاصمة اليابان متخرجة من كلية آداب جامعة القاهرة في سنة 76. عرفت ليه بقى مصر هي أم الدنيا؟